حتى انتهى مباراه العوده. هو مش دفاعا على قناه النادي الاهلي ولا دفاعا على اسامه حسني لو حضرتك تقصده بالاسم، الفكره كلها احنا بنتكلم على ان في حكم كان موجه، وهنا انا ببعد موضوع الترجي تماما، ولا اداره ولا لاعبين ولا اي حاجه خالص، مش المقصود هنا الترجي خالص. المقصود ان احنا النهارده كابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر قال حاجات في كاس الامم الافريقيه الاخيره احنا النهارده هندفع ثمنها، واي نادي مصري هيدفع ثمنها الفتره اللي جايه، وخصوصا ان دلوقتي في حرب داخليه في مين الاقوى دلوقتي في الاتحاد الافريقي. تمام. الاتحاد الافريقي النهارده بيحكمه رجل واحد، هو الرجل الاقوى دلوقتي موجود في القاره، وهو الكابتن الاستاذ فوزي لقجع، وهو اعتقد ان هو وزير الماليه في المملكه المغربيه. فوزي لقجع النهارده بيحارب بقى مصر، بيحارب الانديه المصريه، بيحارب بطريقه معناها تحب تراجع هزيمه الاهلي لفوزي لقجع. هقول لحضرتك ما بتكلمش على الترجي انا ما قلت انت بالبعد عن القصه دي كلها. النهارده الاهلي اتعاقب اللي استفاد بيها هو الترجي، انا ماليش بدار، بالعكس من حق الترجي يستفيد. حرمان الجمهور لحظه. طب انا اكمل فكرتي. ما سجلش الاهلي. اكمل فكرتي. طيب اكمل فكرتي. النهارده لما